في ناس بيبقوا شطار جدا بس عنده مشكله تانية اسمها قله الثقه بالنفس، لو سيلف كونفيدنس. انا دلوقتي هقول لك على روشته من 5 حاجات لو عملتهم ثقتك بنفسك هتزيد 10 اضعاف. الحاجه الاولى، ممكن تغير معايا قناعتك والمنتاليتي بتاعتك ان مفيش حد بيرفكت، مفيش حد كامل، لا انت ولا غيرك. فاذا كان عندك شويه ويكنس بوينت او حاجات محتاجه تتطور، مش معناه ان انت وحش، ما هو غيرك وحش في حاجات تانية وهكذا. فاول حاجه كده اوعى تخاف بيرفكشنزم او عايز تبقى بيرفكت، لان مش هتبقى بيرفكت. النقطه الثانيه بقى اللي عايزك تعملها، عايزك تحط اهداف منطقيه واهداف صغيره. كل ما بتحقق في حياتك اهداف صغيره كل ما بتتشجع. في بعض الناس بيحطوا اهداف كبيره جدا وعايز يوصل لطموحات كبيره جدا، بيموت ليه؟ لانه عايز يحقق احلامه كلها مره واحده، وده مستحيل. انا عايز اهدافك تكون منطقيه كده، او الهدف بتاعك يكون متقسم لمحطات صغيره ومن خلالها تقدر تحققها وتحتفل كمان وانت بتحققها. النقطه الثالثه، البراكتس. اي حاجه في الدنيا بتخاف منها اعملها. خايف تقف قدام ناس تكلمهم، اقف قدام ناس وكلمهم. خايف تبيع لكاستمر، اقف بيع لكاستمر. كل اللي بتخاف منه اعمله، هتلاقي نفسك بتتطور بشكل كبير. الحاجه المهمه كمان التريننج. خد خبرات الناس السابقه بانك تروح تاخد تريننج وتتدرب معاهم في المجال اللي انت اخترته، ده برضه هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. نصيحه اخيره بقى عايز اقولها لك، جرب كل يوم حاجه جديده. كل ما بتتعلم حاجات جديده كل ما ثقتك بنفسك بتعلى 10 اضعاف. يبقى انا قلت لك 5 حاجات حاول تطبقهم على قد ما تقدر. صدقني ثقتك بنفسك ومواجهتك للناس سبيشالي في الحاجات اللي فيها سوفت سكيلز هتعلى بشكل كبير جدا جدا. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.